صباح الخيرات. أنا المهندس شريف أبو زيد. أنا كنت اتكلمت قبل كده كتير عن العمارة التفاعلية، والنهاردة بعمل بوست ده ليه العمارة التفاعلية. بسرعة كده، هو إحنا في واقع معماري بقاله 60 سنة. بنتعامل معاه دلوقتي كواقع. الحقيقة الواقع المعماري بتاعنا بائس جدا. احنا العمارة بتاعتنا ما بتعبرش عن مفردات المجتمع، ما بتساهمش في تطور المجتمع، ما بتساهمش في خلق مناخ صحي مناسب للأسرة. وده واضح جدا جدا من التركيبة اللي حاصلة للمجتمع المصري حاليا. يعني احنا دلوقتي بنقابل الإفراز بتاع عمارة بقالها 60 سنة. طيب، هي العمارة أساسها إيه؟ العمارة أساسها هي مهنة إنسانية، مهنة بتتعامل مع متطلبات الإنسان. وإحنا لو بصينا لتركيبة المجتمع المصري هنلاقي إن 95% من المجتمع المصري هم من المستوى المتوسط إلى أقل، وال5% التانيين هم عبارة عن القوى الشرائية والاستثمارية، ودول اللي بيمتلكوا شاليهات وفلل في الساحل وفي العين السخنة وفي الغردقة وفي شرم الشيخ، وسواء للسكن أو للاستثمار. فبالتالي المفروض أن العمارة تخاطب 95% من الشعب، الماجورتي بتاع الشعب. 95% دول هو بيشتري شقة بتبقى شقة العمر، الشقة اللي بيورثها لأولاده. فبالتالي لازم الشقة دي تكون بتلبي طلبات الإنسانية للأسرة. هو لما بيشتري، الشخص لما بيشتري هو ما عندوش رفاهية انه يعني يختار كتير. هو بيقولوا له هنا انت دي مدعمة هتدفع قسط كذا، ودي هو بيروح للأقل دايما عشان يقدر يشتري الشقة. فبالتالي لازم منهج العمارة يكون موجه لهذه الفئة. اللي بنتعلمه في الكليات لغاية النهاردة هو أساسيات العمارة، من أول الرسم، أساسيات المباني العامة والمباني السكنية، التخطيط. إنما الفكر الأساسي ده كل مهندس بيكونه مع نفسه لما بيتخرج، طبقا لخلفيته الثقافية، خلفيته الأدبية، طريقة تعليمه، إمكانياته الشخصية. فالعمارة التفاعلية هي منهج واضح. يعني أنا لما بطلع في المحاضرات بقول أنا عمارة تفاعلية بطبقها بطريقة 1 2 3 4. طيب، هل في من بعد حسن فتحي، يعني حسن فتحي، مهندس حسن فتحي ومحاولته في الجورنة لغاية النهاردة، في منهج واضح لعمارة بيئية محلية؟ أنا ما شفتش. أنا شفت محاولات من أساتذة كبار، في منها محاولات كويسة، ولكن طبقت في مباني عامة، مبنى أو اتنين وإحنا بنشيد بيه. في تجارب شخصية، ولكن مفيش منهج نقدر ندرسه للطلبة. ولغاية دلوقتي الكلام عايم جدا في حتة العمارة الخضراء والاستدامة والسستينابيليتي والطاقة المتجددة. كلام عايم، محدش يقدر انت قدامك كلام كتير، مفيش خط تمسكه عشان تمشي وراه، كله كلام نظري. فبالتالي افراز العمارة الحالي هو افراز لا يعبر اطلاقا عن العمارة الانسانية. وزي ما قلنا هي العمارة مهنة انسانية. فأنا محاولتي من خلال العمارة التفاعلية إن أنا أقدر أنور الطريق لشباب المعماريين، إن في رؤى معمارية مغايرة وتناسب أهلنا ومجتمعنا اللي إحنا عايشين فيه. أنت نفسك كنت عايش في قرية، لازم تحاول تحسن القرية دي. أنت كنت عايش في مدينة،
شوف إن البيت اللي أنت كنت عايش فيه إيه مساوئه وحاول تطوّره. فبالتالي العمارة التفاعلية هي محاولة لتطوير منهج العمارة، وباقول لشباب المعماريين اشتغلوا على نفسكم، تقدروا تطلّعوا حاجات كتيرة أوي أحسن من كده، وأنتم فرصكم أكتر كتير مننا. أنتم عندكم الميديا مفتوحة، عندكم المعلومة تقدر توصل لها بسرعة جدًا غير وقتنا. أنا هاستمر في محاضراتي وورش العمل، وباراهن لا زال على شباب المعماريين إن هم دول اللي ممكن يغيّروا الواقع المعماري في مصر. شكرًا على وقتكم ومع السلامة.